هتدفعوا تعويضات؟ للأسف. كان نفسي نقف قصاد بعض في المحكمة. لسه بدري. صح. لسه شوية. الو ادم، ابعت لي عنوان سيد عبد الحافظ دلوقتي حالا. مستر أدري، ملف شركة التعدين حطه عندي على مكتب. اوكي. استاذ سيد، خير يا استاذ زين، وحد من عندهم جالك برضو؟ برضو هو امجد ده هيجي لك؟ مش هو، حد تبعه. قال لك ايه؟ من الاخر بيهددني لو ما قبلناش بالتسويات اللي هيحددوها لنا عمرنا ما هنشوف ولا مليم، وان عندهم لكل واحد فينا بلوه تعيشه مستخبي طول العمر اللي باقي له. لو حصل حاجه زي دي تاني قول لي على طول وانا هتصرف. حاضر. استاذن انا. اتفضل. ربنا ينصرك يا استاذ زين. خير يا مستر أدري. الخير جه على ايديك انت لما قدرت تثبت ان انت اكتر واحد قلبك على المكتب ده. انا مش فاهم حاجه، هو انا عملت ايه؟ الله، الورقه اللي انت سبتها لي في وسط ملف شركه التعدين. ورقه ايه؟ ما تخافش، محدش هيعرف انك سلمتها. سلمتها؟ سلمت مين؟ ايه ده؟ لا طبعا مستر أدري، اكيد في حاجه غلط، واكيد مش ليلى هي اللي عملت كده. ازاي يعني؟ الورقه اللي انت سبتها لي اهي مكتوب فيها كل الشهود. بص على الكود بتاع البرنت اوردر، جاي من مكتب مين؟ حتى لو كان طالع من جهاز ليلى ده مش معناه ان هي اللي عملت كده. الف مبروك، 10,000 جنيه. يا ليلى، يا ليلى اسمعيني وحياة ربنا انا ما جبت سيرتك. تسمعني وتروح تبلغهم فعلا؟ والله العظيم ما عملت حاجه، هم لقوا ايميل عليه اسماء الشهود وفيه الكود بتاعك. يعني انا لو هسرب معلومات هسربها بالكود بتاعي؟ حلو، اطلعي بقى قولي لهم كده. لا مش طالعه في حته ولا اقول اي حاجه. المكان ده بالنسبه لي انتهى خلاص. هي دي اخرتها بعد 5 سنين شغل معاهم؟ انا هرفع عليهم قضيه، اقل حاجه ارد بيها كرامتي. ليلى